شفت الشاب اللي اتقبض عليه 15 سنة بسبب لعبة بابجي؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. في شاب اتقبض عليه بسبب لعبة بابجي، اتقبض عليه 15 سنة. بيقولوا ان في واحد اتعرف عليه من اللعبة وبعت له لينك التليجرام علشان ينضم، وبعد ما انضم اتقبض عليه تاني يوم على طول. قال لك ان الجروب اللي انضم فيه ده تبع جماعة إرهابية، وتم القبض على الشاب 15 سنة سجن بسبب انه دخل من لعب ببجي واتعرف على واحد ودخله في جروب تليجرام تبع مجموعة إرهابية. فهل الكلام ده يعقل ان في ناس ممكن تخش تلعب بدماغ الناس في قلب الألعاب كمان علشان خاطر يخلوهم ينضموا معاهم لجماعات وحاجات ما لهاش أي لازمة ويضروا بيهم نفسهم؟ هل الكلام دوت فعلا ممكن يتم عن طريق ألعاب؟ والكلام ده فعلا لعبة ببجي فيها ان انت تتحدث مع الناس ومع الكل اللي في الطيارة معاك او كل اللي في الجيم؟ لان انا لعبتها اول ما نزلت، وبالتالي بتبقى عبارة عن مجموعات، وممكن وانت بتلعب تتعرف على فعلا اشخاص، بس مش لدرجة ان هم ممكن يضروك ويحطوك في جروبات فيها اشخاص ارهابية والكلام ده. وبالتالي يعني تم القبض على الراجل وهو ممكن يكون من دون اي قصد ونيته سليمه ودخل معاهم وخلاص. فنطلع من المواضيع دي ان انت ما تخشش على اي رابط، لان برضو في روابط اليومين دول كتير جدا بتهكر لك التليفونات وتسرق منك الصفحات، وحصلت مع ناس كتير. انا واحد من الناس، كان في حد معرفوش لقيته بعت لي رساله، عندي صفحه بيج على فيسبوك وعامل فيها مجموعه وضايف فيها رقم الواتساب بتاعي كالعاده زي ما بينضاف. فبالتالي بلاقي في ناس كتير بتبعت لي اللي عايز مساعده واللي مش عارف ايه واللي بيسأل على حاجه والكلام دوت، واللي يقول لي انا متابعك واللي، لحد ما جيت في يوم لقيت في لينك دوست عليه غصب عني. انا اصلا بفتح على الواتس عامل التليفون معلق فداس مرتين، فدوست على اللينك الموجود فالصفحه اتسرقت. عملت واحده غيرها والحمد لله بطلت ان انا ادخل على روابط. فبالتالي يا جماعه فعلا اي حد يبعت لك لينك، اي حد يبعت لك اي حاجه من الحاجات دي، اوعى تنضم ليها او اوعى تضغط عليها. ممكن يسرق تليفونك، ممكن يضرك، ممكن يوديك في حتت ملهاش اي لازمه وتضرك وتضر اهلك وتضر كل اللي حواليك. فنصيحه اوعى تخش على اي لينك، بالذات لو اتبعت لك من شخص مش معروف. متنساش اللايك والشير والكومنت، واستنوا كل جديد، واللي مش متابعني يتابعني.